انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. في سنة 2157 البشرية طورت نظرية التعليم العظيمة، وبقت سبب في ان الحروب، الجوع والإرهاب يختفوا. الطبيعة على الأرض اتعافت، والطب اتطور لدرجة انه بقى يقدر يعالج أي مرض، والسفر في الفضاء بقى حاجة عادية. ماكس كان بيجوب الكون في مركبته الفضائية الخاصة، وكان بيتجاهل مكالمات أهله عشان مش عايز يرجع الكلية. وفجأة كده كويكب خبط في المركبة وبوظها جامد، فاضطر يخطط لهبوط اضطراري، بس المركبة فقدت السيطرة بالكامل ووقعت على أقرب كوكب. ماكس لحق يخرج منها قبل ما تنفجر بلحظات، وده خلاه يتعلق هناك في الكوكب الغريب ده. ماكس بدأ يستكشف المكان ولقى آثار نار متولعة قبل كده، وبعدين لمح كائن مستخبي قريب منه. حاول يتواصل معاه بس الكائن جري. فجأة جندي اسمه زيف ظهر ووجه السلاح على ماكس، وكان بيقول كلام ماكس مش فاهمه. ماكس بسرعة طلع جهاز ترجمة صغير من على حزامه وحطه في ودنه، لكن زيف ضرب بالنار على الحزام عشان يوقع الجهاز، وبعدين قبض عليه وخده على أقرب مدينة. ماكس اتصدم من شكل المدينة، كانت نسخة كئيبة من الأرض، شبه اللي شافه في كتب التاريخ. هناك خدوا العلماء في معمل ولبسوه خوذة عشان يشوفوا أفكاره ويسألوه، بس رغم كده لسه مش مقتنعين إنه كائن فضائي. قرروا يبعتوه لمستشفى نفسي في العاصمة، وجندي اسمه جاي هو اللي هيوديه. وفجأة كل الناس حوالين ماكس بدأوا يهتفوا النشيد الوطني بحماس ويوعدوا بالولاء للحكومة، لكن زيف وقع على الأرض وجاله تشنج واتاخد بايت. وهم في الطريق ماكس شاف حالة المدينة سيئة، وشاف أبراج ضخمة كل شوية. جاي قال له إن الأبراج دي بتستخدم للحماية من الأعداء، وفجأة انفجار دمر أساس برج ووقع على الطريق، وناس ماتت والشاحنات اتحطمت. شظايا حديدة كبيرة خبطت في عربية ماكس، وجاي يدفن تحت الركام، لكن ماكس جري عليه وسحبه بسرعة وقوة جبارة قبل ما النار توصلهم. ساعتها عرف إن في متمردين بيحاولوا يوقعوا الحكومة، وعشان كده محتاجين الأبراج دي. ماكس وجاي اضطروا يكملوا مشي على رجليهم لحد ما وصلوا العاصمة. رئيس قسم البحث الخاص سترايدر سمع بوصول ماكس وقال لمساعديه فانك يجيبوا للمكتب. في نفس الوقت ماكس اتحجز في مكان خطير وحطوه في تانك مية علشان يكملوا تجارب على دماغه، بس فانك ظهر فجأة واستخدم بطاقة سترايدر وأخده بالعافية رغم اعتراض العلماء. وفي مبنى الحكومة وكيل النيابة أومنيك قال لمساعده يراقب أي أخبار تخص ماكس، وبعدين دخل الحمام يخبي نفسه عشان جاله تشنج هو كمان. في الوقت ده فانكي كان سايق بالعربية ومعاه ماكس، لكن الطريق كان مقفول، فدور على طريق تاني. ساعتها بدأ التشنج، ولما الجهات جت تاخدوه الناس بدأت تهتف للحكومة ونادوا على ماكس إنه منحرف عشان مش بيكتف معاهم، فاستغل الفوضى وهرب. في مبنى الحكومة اتكشف إن البلد دي محكومة من ديكتاتورية تحت قيادة الآباء المجهولين اللي منهم سترايك وأومنيك، ولو حد فيهم عمل غلطة التانيين بيقتلوه فوراً. ماكس فضل يتوه في المدينة لحد ما دخل بار وقابل النادي لارادة. بدأ يعجب بيها بسرعة، ولما زبون تاني حاول يلمسها بشكل مش لائق ماكس دافع عنها، والراجل حاول يضربه بعصاية، لكن ماكس كان أسرع وكسر له دراعه. بعد كده قعدوا يتكلموا، وماكس حكى لها عن الأرض والفضاء، واتضح إن رادا أخت جاي ودعت ماكس يبات عندها. وهم خارجين الزبون القديم رجع ومعاه ناس تانيين ناويين على انتقام، بس ماكس كان أسرع منهم كلهم، وبدأوا يهجموا عليه بالسيوف، لكنه صدهم بإيده، ضربهم كلهم، حتى لما شدوه بحبال وضربوه بصوت استخدم الأسلحة ضدهم وغلبهم. بقى بس الراجل اللي معاه العصاية رمى عليه كرة صغيرة فيها شفرات، بس ماكس تفاداها، وفي الآخر رجع مع رادا البيت، وهناك جاي شافه واستغرب، بس افتكر إنه أنقذه،
فوافق يسيبه يقعد معاهم. ماكس بقى بيتعلم كتير عن ثقافة الناس دي، وبيكتشف إنهم بيعرضوا أفكاره على التلفزيون كأنها فيلم. كمان بيعرف إنهم متعلمين إنهم عايشين جوه الكوكب مش على سطحه، ومفيش كواكب تانية ولا نجوم. التاريخ هناك بيقول إن الآباء المجهولين هم اللي أنهوا الحرب مع المتمردين اللي بيسموهم المنحرفين، وبنوا الأبراج علشان يحموا البلد. جاي كان متحمس جدا إنه يحمي بلده، وعرض على ماكس إنه ينضم ليهم ويبقى حارس زيه. بس المشكلة إن ماكس معهوش لا بطاقة ولا أوراق، فجاي اضطر يقنع القائد تشاتشو إنه يسمح لماكس ينضم. ماكس دخل التدريب وحفظ الهتاف وبدأ يشارك في اختبارات المهمات، وكان لازم يجري في أماكن فيها نار ويضرب على لوحات بتمثل المنحرفين. ماكس كان شاطر جدا في التصويب، لكن اللي معاه ما كانش، فساعده بشوية نصايح عشان ينجح. بس بعدين جاي وبخه وقال له ما يعملش كده تاني، لكن القادة عايزين انضباط كامل. لما بيرجعوا البيت ماكس كان بيتمرن جامد، وجاي كان بيسأله أسئلة من كتاب القوانين علشان يختبر ذاكرته. أوقات كمان كانوا بيتصارعوا مع بعض، وفي وقت فراغه ماكس كان بيقضي وقت مع رادا، وفي الآخر اتبادلوا قبلة. أخيرا ماكس اتقبل في الجيش وانضم لأول غارة في أراضي المتمردين. الجنود دخلوا البيوت بعنف شديد، استخدموا قنابل وكانوا بيركلوا الناس. ماكس اتصدم لما شاف إن المتمردين دول ناس عاديين ومرعوبين، فرمى سلاحه. واحد من المتمردين فرج فجأة وضرب نار، مسكوه بسرعة وتشاتشو فضل يضربه ويركله كده وخلاص. ماكس شاف ناس كتير عاديين بيتقبض عليهم بعنف ويتزقوا في عربيات نقل. تشاتشو سأله ليه رمى سلاحه، وماكس قاله إنه لما سمع كلمة منحرفين افتكر هيقابل وحوش مش ناس غلابة. تشاتشو شتم المتمردين وقال عليهم زبالة، لكنه اعترف إنهم بيحسوا بالألم زي باقي الناس. بس ماكس قال إنه هو نفسه مش بيحس بالألم أصلا. الآباء جابوا المتمردين يحاكموهم وسط أضواء سخنة جدا وسطعة في وشهم. في ناس أنكروا وناس شتمت الآباء وقالت لهم على الناس اللي قتلوهم. اللي كانوا هادئين اتبعتوا يشتغلوا أشغال يومية، واللي اتمردوا اتعدموا. واحد منهم وراهم دراعه الصناعي بعد ما الحراس قطعوا له دراعه، فعاقبوه ببدلة فيها غاز بيحرق جلده. ماكس كان لازم يتفرج على ده كله وهو كاتم قرفه من المشهد. بعد كده ماكس حاول يقنع جاي إن اللي بيحصل ده غلط، بس جاي دافع عن الحكومة. ولأن ماكس بقى معروف، فونك عرف مكانه. في نفس الليلة جاي وماكس اتطلبوا عند تشاتشو، فلما فونك وصل ملقاش حد. تشاتشو طلب من ماكس يثبت ولاءه، وأخده للغابة وقال له يقتل 2 متمردين عليهم حكم بالإعدام. ماكس خدهم ومثل إنه هيقتلهم، لكنه سابهم يهربوا. بعدها واجه تشاتشو وقال له إنه بيستقيل. تشاتشو اتجنن وبدأ يضرب نار على ماكس، رغم إن جاي كان بيترجاه ويسيبه. وبعدين سحب جاي ورجع بيها العاصمة وساب جثة ماكس في الغابة. في الوقت ده الآباء كانوا بيخططوا لإنهاء هجمات المتمردين. يونيك اقترح يجمعوا كل الحراس في جيش ضخم، والكل وافق، لكن لازم يلاقوا حجة يخلوا الشعب يقبل الحرب، زي محاولة اغتيال مزيفة مثلا. في الليل المتمردين لقوا ماكس في الغابة واتصدموا إن هو لسه عايش، لأن جسمه بيرجع يتعافى بسرعة رهيبة. ماكس شرح لهم عن تكنولوجيا العلاج في الأرض، وإن الناس هناك مش بيفهموا يعني إيه جرح قاتل، وإن الطريقة الوحيدة لقتله هي رصاصة في دماغه. المتمردين قالوا له إن الآباء ديكتاتوريين خدوا الحكم بالقوة، وإن الأبراج مش دفاعية، دي بتبعت موجات بتغسل مخ الناس، علشان كده بيهيجوا بيهتفوا بحماسة مرتين في اليوم. في ناس مش بتتأثر بالموجات فبيجي لهم تشنجات، والحكومة وصمتهم بالمنحرفين عشان تطاردهم. في اللحظة دي الأبراج بدأت تبعت الموجات، فالمتمردين حطوا عصيان في بقهم علشان ما يعضوش إنسانهم. في المدينة يونيك عمل نفس الحركة في الخفاء. ماكس ما حسش بحاجة بسبب جسمه الأرضي، فساعدهم يعدوا اللحظة الصعبة. بعدها ماكس والمتمردين قطعوا السور علشان يدخلوا منطقة الأبراج. المتمردين بدأوا يضربوا نار والإنذار اشتغل. ماكس جري جوه المنشأة مش خايف من الرصاص، وكل جندي بيحاول يوقفه كان بيوقعه بإيديه. في شوية متمردين ماتوا والباقي حاول يستخبى ورا الحيطان.
ماكس كمل ضرب في الأعداء لحد الآخر، قدر يدخل تحت البرج وركب مجموعة قنابل، وبعدين جري بسرعة ورمى حبل عشان يشبك في هدوم المتمردين ويسحبهم معاه سواء كانوا عايشين أو لأ. بقوة ماكس المجموعة قدرت تهرب للغابة قبل ما البرج ينفجر، بس للأسف متمرد تاني مات من إصاباته، وما فضلش غير ماكس وراجل واحد تاني نجوا. بعد فترة ماكس اتسلل راجع للمدينة واتقابل مع رادا من غير ما ياخد باله إن جار شايفه واتصل بالسلطات. لما جاي رجع البيت حصلت خناقة وجاي حاول يطرده. في اللحظة دي السلطات وصلت، فماكس جري بره بسرعة عشان يحمي الأخ وأخته وبدأ يضرب الجنود اللي واقفين بره. كان سريع وفعال، لكن للأسف تشاتشو مسك رادا رهينة، فماكس اضطر يستسلم. ماكس اترمى في السجن مع مجموعة من المساجين، منهم زيف والراجل اللي دراعه معدن. في نفس الوقت سترايك زار يونيك اللي خلاه يقعد على كرسي ضيق متعمد كنوع من التعذيب الناعم. يونيك كان مسؤول عن برنامج إعادة التأهيل، وسترايك كان عايز يدرس حالة ماكس، واتكلموا على صفقة. بس بعد ما سترايك مشي يونيك شاف ملف ماكس واكتشف إنه مش بيتشنج زي الباقي، ولأنه طمع في القوة دي أمر بخطف ماكس ويخلوا الموضوع يبان كأنه اختفى فجأة، ويبعتوا لسترايك رسالة تقول إن ماكس مات في مهمة. تاني يوم السجناء اتبعتوا للغابة عشان ينظفوا يجمعوا الأسلحة اللي اتثبت بعد الحرب. فجأة ظهروا روبوتات دفاع وابتدوا يضربوا نار في دايرة من غير ما يقفوا. السجناء استخبوا وفضلوا مستنيين اللحظة المناسبة، وواحد ورا التاني قدروا يسقطوا الروبوتات. بعد كده كملوا بحث في المنطقة، وزيف شرح لماكس عن الكائن اللي شافه وقال إن هم بشر متحولين خطيرين ولازم يتقتلوا أول ما يبانوا. وهم ماشيين زيف وقع في حفرة مخفية وماكس نط وراه عشان يساعده. اكتشفوا أنفاق تحت الأرض ومشوا فيها لحد ما لقوا منشأة قديمة مهجورة. لاحظوا وحش بيتحرك في الضلمة، فشغلوا الكهرباء ونقوا معدات قديمة. وهم بيتفرجوا على عدسات بتعرض مشاهد الصحراء، الوحش استغل الفرصة وهرب، وماكس قال لزيف ما يضربوش. بعد لحظات اكتشفوا عظم بشري في الأرض، والوحش قطع الكهرباء وهاجمهم. مسك زيف وفضل يخنقه، بس ماكس كان قوي كفاية إنه يواجهه بإيديه. بعد معركة طويلة قدر ماكس يوقع الوحش وينقذ زيف، وفي وقت النوم ماكس فك الرباط من على الوحش وسابه يهرب. زيف زعق له، بس ماكس قال له دول مش حيوانات. تاني يوم ماكس وزيف اتقابلوا مع الراجل صاحب الدراع المعدن وكملوا التفتيش وسط الأشجار. لقوا دبابة حمراء صغيرة محشورة في فروع، وأول ما قربوا دبابة سوداء هجمت عليهم وكانت بتتحرك بحرية. الجماعة استخبوا ورا الشجر وبدأوا يضربوا نار، بس الرصاص ما عملش حاجة. ماكس جات له فكرة، ضرب على الدبابة الحمراء، فلما حاولت ترد الضرب صابت الدبابة السوداء وأسقطتها. ماكس دخل تحتها وطلع من وراها واتسلقها من فوق وقطع الأسلاك، فبطلت تشتغل. بعد الأكل مع الباقيين ماكس أعلن إنه ناوي يهرب. رغم وجود إجراءات أمنية عند الحدود تمنع الهروب، ركب ماكس الدبابة وساقها ناحية الجنوب، والألغام اللي كانت مزروعة انفجرت حواليه بس من غير ما تضره. أول ما يونيك عرف إن ماكس هرب دخل في حالة هستيريا في مكتبه، وفي الطريق ماكس شاف جنود بيحرسوا الطريق واتصدم لما شاف متمردين متشنيين. حاول يستخبى جوه الدبابة، بس القوانين بتقول لازم كل مركبة تتفتش. ماكس ابتسم لما شاف الجندي اللي طلع يفتش هو جاي، وسحبه جوه الدبابة وكمل طريقه كاسر البوابة ومتجاهل ضرب الجنود لأن الدبابة أصلا ما بتتأثرش. وهم بيعدوا أراضي مجهولة، جاي كان غاضب جدا وقال لماكس إحنا كده ممكن يتهدمونا، وحاول يهرب، بس ماكس حبسه جوه الدبابة ووعده بحياة أحسن بكتير من اللي كانوا عايشينها.